كان وزني 140 كيلو. يعني صعب اني انطلق بالحياة اللي انا بدي اياها، عم بحلم صير فنان بهي الشيء. ورفضوا اهلي طبعا مثل كل شيء. وقررت رغم هيك اني اطلع انا ورفيقي لوحدنا، ولا حدا من عائلتي طلع معي. أه وعملتها، ورجعت على البيت كان مش بطني، قلت لهم عملتها. وبعد شهر شهرين كنت قبل هاي الفترة، بس لقلك في شغلة كتير فارقة لازم أحكي لك عنها. قبل هالعملية بوقت مش كتير بعيد عملت غنية تشيل. مهم. هاي الغنية كتير مهمة. مزبوط، هلا رح نحكي فيها كنا. هاي الغنية اللي نقلت لي موسيقيا، وبغض النظر عن النقلة هي اللي خلتني اخد اكتر المهنة على محمل الجد، وقول اجا الوقت قوم. وهي الهوية والنزوح. صح. ليه؟ لانه حسيت انه الناس اهتمت والناس حبت وسمعت. انا دغري قلت اجا الوقت، اجا وقتك اللي كنت دائما تحكي لحالك انه حيجي، هو اجا. قوم اشتغل. فقمت وعملت هاي العملية وعملت كل شيء وبعد شهرين ثلاثة من العملية طلعت من عند أهلي، وقعدت ببيت لحالي. وكنت كل شيء عم بعمله هو اني اعمل موسيقى اكتر، وطور من الموسيقى، واتعلم اكتب ولحن وسجل وهندس لحالي بالبيت. بعدين كمان نقلت على اسطنبول لحتى اكون قادر صور كليبات اكتر، لحتى اكون قادر اعمل اشياء اكتر. لا، طبعا طبعا لازم يكون في لا. الزلزال. مم. زلزال تركيا. وصلني اتصال انه اهلك بخيمة. كان كل البقايا الاشياء اللي هو عملهم هالزلم الجبار ابي، عامل هيك شوية شغل وعنده البيت وسيارة واشياء، راح الزلزال. لأنه بعد الزلزال اجى طوفان. يعني كان الأمل الوحيد هو إنه هالاستقرار اللي شكلناه بهي المدينة وفقدناه. ف اجوا لعندي على اسطنبول، قعدوا معي فترة ورجعنا غرفة. كمان هون تغير كل شي، لأنه فهمت إنه حتى البلد اللي كنت ضامنها اني بدي اعيش فيها وانا خلص حابة وبحس جزء من الانتماء لها وانه بعرف لغتها والي رفقة هنيك وهيك، لازم تتغير. ورحت قدمت. كنت من قبل من زمان كتير بقول بدي اجي على لبنان، لانه بعرف اذا بدي اكون احترافي وفنان محترف بدي اجي على بلد مثل لبنان، لانه هي الصناعة فيها كتير قوية. و... وسافرت من لبنان، بغض النظر انه واجهتني بعض المشاكل بالسفرة هي، بس سافرت وطلعت على لبنان. هلا ما اجيت على لبنان بطريقة سليمة، ما بعرف اذا لازم ينحكى بهذا الموضوع هلا او لا، بس بغض النظر جيت بطريقة كتير صعبة وما بعرف حدا تقريبا. وبلد جديدة. يعني بتعرفي، رغم حبي كبير هلا لهذا البلد، قد صار عندي انتماء له وبحبه، الا بس انه صعب تنفهم من اول مرة لما اكون عايش بتقريبا اوروبا، مش من أول مرة، بتركيا. لهلا الواحد ما بيفهمها. بذكر انه كنت اخذ رفقاتي، اخذت بيت فوق، كنت اخذ رفقاتي لحتى يوصلوني على الطريق انه ما في ضوء. كنت خاف اول شهر شهرين بلبنان، كنت خاف امشي بالطرقات لوحدي، وكل شي كان غريب، كل شي. و... ونجيتي على لبنان هي كانت بعتبر انه اخر قلبي بشخصيتي. هي اجت على مراحل، بس اخر قلبي حقيقية بشخصيتي كانت لما اجيت على لبنان، لما اضطريت واجه عالم الفن مهم. وانا عمري 21 سنة. واجهت عالم الفن، بس قبل بدي أسألك